الا كنتي من النوع اللي كيبدا وكيحبس، هذا الفيديو ليك. سلام سلام، مبروك علينا تأهل الدور 16 منين ربحنا هولندا. انا جيت نبارطاجي معكم عاوتاني العصير. صراحه اليوم عندي واحد الموضوع مهم. ما كايناش فينا اللي ماشي سبورتيف دو باز ومولفه الماكله والسقاطه والحلويات وخصوصا الشوكولاط وغلاضت وبغات تنقص وباغا تبدا ضروري كطيح في هاد الحوايج. ما تخلعيش وما تقوليش انا الراسي اللي كيطرى ليا هكا. راه حنا كاملين عندنا معاناه وحده. هذا الموضوع صعيب بزاف بزاف بزاف، وحتى انا تحت فيه شخصيا في البدايات ديالي. فاش يلاه بديت كنت ديما كنقول نهار اثنين، وفاش كيجي اثنين كنقول صافي حتى الغدا صافي حتى الغدا صافي حتى الغدا، وكنبقى حاصله في هاد كيفاش غنقول ليه، في هاد السيركوي فيسيو. انا راه كتشوفوا العصير وجد شحال جبنين صراحه. احسن حاجه هي تبدا نهارك بشي حاجه بنينه بحال هكا. نكملوا في موضوعنا. فقلت لكم شي مرات كتكون غدا، انا شخصيا كنكون غدا مزيان في امان الله حتى كنحبس، سيرتو الايام الاولى فين يلا بديت كنتعود على داك الروتين الجديد ولا بمعنى اخر داك نظام الاكل الصحي او الحياه اليوميه الصحيه. انا النهار جاتني واحد لونفي خطير على وديت السكر وداك الشيء، ونقول شنو غندير شي حاجه صحيه. المهم غنصايب معكم واحد الكيكه صحيه بخي الزوقر كاع ساهله، ما تخلعكمش السميه. صراحه الا شفتو راه نبان لكم بانني كنحاول انني ما نحرمش راسي من شي حاجه باش نبقى غير هو كنحاول نديرها صحيه، باش نبقى في داك الريتم، باش نبقى في هذا الشيء اللي انا غادا فيه. ما نحسش بالقنطه، ولكن في نفس الوقت ماشي نابوندوني. ايوا نكملوا في موضوعنا اللي كان ونخليكم مع المقادير في الفيديو. هادشي كله اللي كنا هضرنا عليه من ديال كتبداي ما كتقدريش تكملي، السبب ديالو هو العقل الباطن ديالك او لا سوبكونسيون ديالك. كاين واحد الكتاب خطير ديال دافيد غوغين سميتو لا يمكنك ايدائي. هاد الكتاب خطير اللي بغى يقاد لا بيرسوناليتي ديالو ويوقف على الساس، حيت هاد الكتاب هذا كيعاون بزاف على الانضباط الذاتي والصلابه الذهنيه. وعاد هو كيهضر بزاف على كيفاش تبني شخصيه اللي قادره على تحمل المشقه، اللي ما تتهربش من المعاناه او المساءله مع النفس. حيت اصعب حاجه بالنسبه اللي باغي يدير، اللي باغي يبدا شي حميه، اللي باغي يزيد براسو للقدام، اصعب حاجه هي منين كتكون كتهضر مع راسك وتتجاوب راسك بالحقيقه. حيت انت ما جاوبتيش راسك بالحقيقه، راه تكون تكذب غير على راسك. شحال قدك انت اللي ما كتافونسيش، انت كتكذب على راسك وانت غادي ما كتافونسيش. اللهم الواحد يكون صريح مع راسو ويعترف بالغلط اللي كيدير. منين كتعترف كتحاول تصلحه، اما منين ما كتعترفش كتبقى ديما في الانكار. وبيان سور اهم حاجه كيتطرق لها هذا الكتاب هذا هو الانضباط. وهو عنده واحد الجمله كيقولها، هو الانضباط اهم من الحماس، حيت الحماس كيمشي مع الوقت، ولكن الانضباط هو اللي كيخليك تتكمل. حتى منين ما كتكونش عندك الرغبه، داك الانضباط كيبقى يخليك ديما راه عندك شي حاجه ناقصاك ما درتيهاش، شي حاجه هي راه كتولي كيفاش غنقول لها عاده يوميه. لان في هذا الكتاب هذا كيقول لك بانه اي حاجه حققتيها هي غير مجموعه ديال بزاف من ديال الافعال اللي صغيره اللي كتولي عادات وانت منضبطه عليها في كل نهار. هاد الجمله هذه الا فهمتوها مزيان غادي تفهموا علاش منين كتبداو كتحبسوا، وإلا بغيتو ما تحبسوش فكروا في هاد الجمله مزيان وغتفهموها. هاد الجمله هذه فاش كنقولها كنتفكر ديما واحد الكتاب اللي هو سميتو ان ريان بو تو شونجي ديال جيمس كلير. قلبوا عليهم وتفكروني في هاد الكتوبه هادو. غير العنوان ديالو شارح بزاف د الحاجات. ان ريان بو تو شونجي يعني راه الميكرو اكسيون، ديك الاكسيون صغيره اللي كديري بقوه ما كديرها كتولي تعطيك واحد الميجا امباكت. الميجا امباكت هو واحد هي اللي قلنا حنايا هي الحاجه اللي كبيره اللي حققتيها، هي مجموعه من ديال بزاف ديال لي زاكسيون صغيورين كيعطيوك ديك الحاجه.
وبيان سور منين كديريها اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا كيولي عندك واحد الانضباط فيها، وكتولي الا ما درتيهاش كتحسي بانه شي حاجه ناقصه. شتي الا وصلتي لهادي من ديال حسيتي بانه شي حاجه ناقصه، عرفي راسك ما عمرك ما غادي تابوندوني، سوا سبور، سوا كنتي كتقراي شي حاجه، سوا شي ما عرفتش تتوجدي شي حاجه، اي حاجه اي حاجه اي حاجه ما غاديش تابوندوني. حيت بزاف راه كاينه اللي غير ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. مثلا نديرو حنا كاع مثال شعبي، كيكونوا العيالات كيصايبوا الموزون، راه غير الا مشات حتى ملات وتلقات داك الموزون راه ما غتكملوش. اما الا بقات كدير بحال دابا غونديفو مع راسها اليوم مع الخمسة العشيه غادي نجلس غنصايب في داك الموزون شبر ولا جوج شبوره، وتجلس اليوم وديرها وغدا ديرها وبعد ديرها وبعد وغديرها، غيجي واحد النهار غتلقى راسها سالات الموزون. يعني كاينه واحد الانضباط، وداك الشيء كيولي كيولي داخل لك في اليوميات ديالك. وهذا الشيء بيان سور راه ما كاين، انا عطيت مثال. وما تحكروش بيان سور، ما تحكروش على الطريقه ديالي في الطياب. كما كتعرفوا راني يلاه كنتعلم نطيب، يلاه كنتعلم ندير العبارات وداك الشيء، راني ما حافظاش. المهم عاونوني ونعاونكم، نتوما عاونوني في انني نتعلم نطيب، ولا نعاونكم في انه نزيدو القدام. هذا الموضوع هذا صراحة ديما كنلقاه كيتجبد بزاف، لا في الحياة اليومية ديالي مع صحاباتي، لا اي حاجة ديما كيتجبد هذا المشكل من ديال اننا كنبداو شي حاجة وفي الاخر ما كنقدروش نكملوها. علاش؟ وهو راه ماشي غير حنا اللي كنعاني، وراه كلشي كيعاني من هذا الشيء. المهم من بعد ابحاث وابحاث وابحاث، انا من النوع اللي عزيز عليا نقلب ونكتشف ونعرف، لقيت بانه بزاف ديال الناس هضروا عليه وكاينين كتبه كيهضروا على هذا الشيء. هو راه المشكل غير انه العقل الباطني ديالنا ما كيبغيش يخرج من داك لا زون كونفور ديالو. اون فوا تبغي تخرجيه من لا زون كونفور ديالو كيبدا يقول لك لا حكا حتى الاثنين حتى الثلاث حتى الاربعاء حتى الخميس حتى السبعه، ما داكشي ما كاينش. بحال دابا منين كتكوني دايره واحد الريتم وغادا عليه، كيجي واحد النهار كتهرسي، كتهرسي، ولكن كولي كيما بغيتي، الغد ليه رجعي، الغد ليه ماشي تبقاي صافي حتى الاثنين الجاي عاد باش نرجع، لا الغد ليه نكمل بحال ما درت حتى حاجه البارح، بحال كنت ريجيم ولا بحال ما كنت، المهم بحال ما نزبلتهاش. لانه منين بحال دابا خديتي اليوم كليتي لي بات، غدا بغيتي ترجعي غير الصالاد غترجعي للصالاد. ولكن الا خديتي اليوم لي بات وقلتي غدا صافي غنكمل غا لي بات وبعدو عاد باش نرجع للصالاد، ما غاديش ترجعي للصالاد. الغد ليه حبسي. هو هادشي صراحه ما كيجيش بحال هكا منين كتصفق بصباعك تيجي. هادشي حتى كتجلس كتسمع عقلك، كتعرف شنو تتفكر، شنو الحاجه اللي كطيح، شنو الحاجه اللي كتزيد بك القدام، شنو اللي كيضرك، شنو اللي ما كيضركش. دونك تكون تتهضر مع راسك، تعرف لي بوين دو فيبليس لي بوين دو فورم ديالك. منين كتجي تبدا تكون واقف على الصح. اما الا كنتي ما عارفش ما يمكنش تزيد. لحقاش العقل عنده واحد القدره انه يلعب علينا، كيلعب علينا سورتو منين كيعرف راسو بانك غتخرجيه من لا زون كونفور ديالو. هو العقل ديالنا ديما تيبغي واحد الروتين يتانستالا فيه ويبقى مرتاح. هذا الكاتب هذا دافيد غوغان عطي واحد المثال من ديال السباق. هو كيقول لك منين كتحط المتسابقين في الحلبة من ديال الملعب باش يتسابقوا، كل واحد والقدره الاحتماليه ديالو. نعطيو حنا مثال بانهم 4 ديال الدورات وهما اكثر حاجه يقدروا يديروها. منين كيوصلوا 4 ديال الدورات صافي هما اون فوا كيوصلوها صافي العقل ديالهم كيقول لهم بان خصك تحبس، راه عييتي. ولكن دافيد غوغان كيقول لك الا جبنا 7 ودخلناه عليهم من مور مساله ودوك 4 من ديال الدورات غيزيدوا يدوروا، حيت داك لانستان دو سورفي كيخليك انك تحاول تعيش. دونك شنو غيديروا؟ غيعطيو اكثر من داكشي اللي كان كيسحب ليهم راسهم قادرين يعطيوه. عليها كيقول لك بانه الخيال، ماشي الخيال، العقل الباطن ديالك تيلعب عليك وتيقول لك بانك شي مرات ما غتقدرش، هذيك ما تقدرش ديرها، ولكن انت راه تقدر ديرها بالدوبل.
علاه هو كيقول لك بانه خاصك ضروري تخدم على الصلابه الذهنيه ديالك، هو انك تولي تحكم في العقل ديالك. على وديت بحال دابا كتكون شي مرات خارج في الزنقه كتشوف الناس اللي كيديروا سبور، كتلقى واحد داير الايربود وواحد ما دايرش كاع لي زيكوتور في ودنيه. داك اللي ما دايرش لي زيكوتور في ودنيه هذاك راه كيهضر مع راسو كيسمع راسو شنو كيقول، ولكن داك اللي داير لي زيكوتور في ودنيه راه كيكون ما قادرش يسمع الافكار ديالو، وداك الشيء اللي العقل ديالو كيهضر فيه لداخل ديال وهنا العقل ديالو. سيداتي وسادتي وصلنا الخرم ديال الفيديو. ها هي كيكه صايبتها في المول، غندخلها للفران غتخرج غزاله. انا غنوريكم الريزولطا. وبيان سور اللي انتريسي بهاد المواضيع اللي باغيين يبداو تقدروا تدخلوا لاشين ديالي وما تحرمونيش من لي لايك ديالكم وضغطوا على زر المتابعه الا كان كيانتريسيكم بحال هاد المواضيع. مرحبا بكم في لاشين ديالي ونخليكم مع لا فان ديال الفيديو.